السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم محشي ورق العنب بطريقة مميزة تعجبكم ان شاء الله وتعملوها على سفرتكم في عيد الاضحى. هعمله في صينية وهعمل معاه اللحمة في نفس الصينية، هيطلع طعمه تحفة وشكله حلو جدا في التقديم. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو. بسم الله. اول حاجة عندي كيلو من اللحمة، غسلتها وصفيتها كويس من المية. اهم حاجة تكون قطعية اللحمة صغيرة وناعمة عشان تستوي مع سوا ورق العنب. وقطعة اللحمة زي ما انتوا شايفين متقطعة شرايح رفيعة مش سميكة. ممكن تستخدموا شرايح اللحمة الستيك او البفتيك. هبتدي اعمل تتبيله اللحمه. عندي طماطمايه متوسطه ومعاها بصله كبيره متقطعه 4 تربع وخمس فصوص ثوم، حطيتهم كلهم في الكبه وهضيف عليهم التوابل: معلقه صغيره من الكزبره، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من بهارات اللحمه، نص معلقه صغيره من الجنزبيل، معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الملح. وطبعا حبايبي كمية التوابل اللي بنحطها حسب كمية اللحمة اللي هنستخدمها، وممكن نستغنى عن كل التوابل دي ونكتفي بالملح والفلفل وبهارات اللحمة. وبحط هنا معلقة كبيرة من الخل، وبضرب كل المكونات دي مع بعض في الكبة وانعمها. وده شكلها طبعا بعد ما ضربتها نعمته بقت بالشكل ده. ممكن تستغني عن الكبة وتبشري الخضار بالمبشرة وتضيفي له التوابل، او ممكن تضربيه كله في الخلاط، يعني الطريقة اللي تريحك. وهنا ببتدي احط اللحمة بتاعتي في التتبيلة، وبخلي التتبيلة توصل لها من كل ناحية، بوزعها كويس عليها. وهنا بعد ما حطيت كمية اللحمة بتاعتي في التتبيلة هسيبها منقوعة فيها على جنب مدة مش أقل من ساعة لغاية ما أحضر خلطة المحشي وأحشي ورق عنب وبعدين نرجع لها. وطبعا غطيتها هنا بالاسترتش الغذائي، أو ممكن تغطيها بأي كيس بلاستيك موجود عندك. وعندي هنا ورق العنب بتاعي انا حضرته ورصيته فوق بعض بالشكل ده. طبعا بتختاري ورق العنب الفاتح والورقة بتاعته تكون ناعمة. هبتدي دلوقتي في سلق ورق العنب. في حلة على النار فيها مية بتغلي، حطيت معلقة صغيرة من الملح وعصير نص ليمونة. هنا عصير الليمون بيخلي ورق العنب يحتفظ بلونه الأخضر. وبحط قشرة الليمونة في مية السلق، تقليبة بسيطة كده، بدوب الملح وهنزل بنص كمية ورق العنب اللي عندي. بنزله وهو مرصوص على بعضه بالشكل ده، وبضغط عليه في الحلة بمعلقة علشان المية السخنة توصل لكل الأوراق. كده ورق العنب هيطلع مرصوص زي ما هو، مش هيملى الحلة ولا الورق هيبتدي يتطبق. والطريقة ديت بتساعدني وانا بحشي الورق وبتسهل عليا. دقيقة من الناحية دي وهقلب الورق على الناحية التانية، ياخد برضو دقيقة في المية. وبعد كده بطلعه على مصفى، اصفي المية الزيادة اللي فيه، وبنزل ببقية ورق العنب اسلقه بنفس الطريقة. هنا خلصت سلق ورق العنب، ابتدي بقى احضر الخلطة. في حلة رفعتها على النار وحطيت فيها 3 معالق كبار من الزيت وعليهم معلقتين من السمن. ممكن تستخدمي زيت بس لو حابة. اول ما المادة الدهنية سخنت نزلت بالبصل. عندي 3 بصلات كبار متقطعين صغير، هقلبهم لغاية ما يدبلوا. واول ما دبلوا بالشكل ده نزلت عليهم ب3 فصوص توم متقطعين صغير، تقليبة واحدة لغاية ما ريحة التوم تطلع. وهضيف دلوقتي معلقتين من الصلصة، تقليبة كده مع البصل والثوم. وهضيف كيلو من عصير الطماطم واسيبهم يتسبكوا مع بعض كويس. في المرحلة دي مش هضيف اي ملح او توابل. وهنا بعد ما الطماطم اتسبكت بضيف التوابل بتاعتي. عندي معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من 7 بهارات، بابريكا وملح. وهضيف معلقة صغيرة من السكر وهسيبهم يغلوا مع بعض غلوة. وهنزل بالرز. نص كيلو ورق العنب هياخد كيلو من الرز. عندي كيلو من الرز غسلاه ومصفياه كويس من المية. هقلبه تقليبة واحدة وهطفي النار.
وعندي اخر حاجة في الخلطة بتاعتي الخضرة. عندي 3 حزم من الخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة، غسلاهم كويس ومصفيهم ومتقطعين بالشكل ده. هضيفهم دلوقتي للخلطة واقلبهم تقلبتين كده لغاية ما يختلطوا كويس، وكده تكون الخلطة بتاعتي بقت جاهزة. هسيب الخلطة تبرد شوية وتعالوا نشوف الخطوة الجاية. هنا برجع للحمة بتاعتي بعد ما اتنقعت في التتبيلة واتشربت منها، بخرجها من التتبيلة وبشيل من على قطع اللحمة اي بصل او قشر من الطماطم موجود عليها، بخليها بالشكل ده وبحطها في طبق نظيف. في جريل او طاسة رفعتها على النار وحطيت فيها معلقة كبيرة من الزيت، ممكن تستخدمي سمن لو حابة، واسخن الجريل كويس قوي وهنزل فيه بقطع اللحم اشوحها واديها لون من كل ناحية. بعد دقيقتين هنا اللحمة اتشوحت وخدت لون من اول جنب، هقلبها على الجنب التاني. لو اللحمة عندك كبيرة ولو عملتيها بالطريقة ديت مش هتستوي مع المحشي، عادي جدا بنتصرف، مش بنخلي حاجة توقفنا. اسلقي اللحمة السلق العادي جدا وخليها 3/4 سوا، وبعدين شوحيها في معلقة سمنة بالطريقة دي واعمليها مع المحشي، هتكون حلوة جدا. ما تخليش حاجة توقفك، كلنا شطار ونعرف ازاي نتصرف ونعمل احلى اكل. وهنا خلاص اللحمة تمام اتشوحت من الناحيتين، هخرجها من الجريل. ولو لقيت قطعة لحمة محتاجة تاخد لون اكتر بخليها لغاية ما تاخد اللون المطلوب، وبكمل بقية قطع اللحمة بنفس الطريقة. وده شكل اللحمة بعد ما اتشوحت، لونها جميل، لسه هتكمل تسويتها مع المحشي. ودلوقتي عندي في صينية قطعت فيها حلقات من البصل والطماطم، واحط عليهم رشة من الملح ورشة من الفلفل وادعكهم كويس مع بعض. وبعد كده ببتدي اوزعهم وافردهم في الصينية، وهرص عليهم قطع اللحمة بالشكل ده. لو حابين تعملوها في صينية او في طاجن او بايركس او حتى في حلة وتسووها على البوتاجاز من فوق، انا عملتها قبل كده معاكم، هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. هتطلع برضو جميلة جدا ومميزة. بعد ما حطيت اللحمة كلها بتاعتي بالشكل ده، هبتدي احشي ورق العنب واحطه فوق اللحمة. وطبعا زي ما انتوا كلكم شطار وعارفين، الناحية الناعمة بتكون من تحت والناحية الخشنة هي اللي بحط عليها الخلطة. حطيت كده شوية بالمعلقة. كمية الخلطة هنا اللي بحطها على حسب حجم ورقة العنب، كبيرة او صغيرة، بس انا عموما بحب الصباع يكون صغير. شايفين عسول ازاي؟ لو انتوا عايزين تكبروا عن كده بتزودوا الخلطة. وطبعا لو الورقة كبيرة جدا زي ما بنشوف دلوقتي، في ورقة ما شاء الله كبيرة قوي، ممكن تقسموها نصين، بس انا عموما بحب يعني الحجم ده في ورق العنب. وهنا بعد ما حشيت شوية من ورق العنب، حابة اوريكم انا رصيته ازاي. انا برصه بالشكل ده، صف بالطول وصف بالعرض، او ممكن ترصيه بشكل دائري. رص المحشي بالشكل ده بتخليه كله ياخد تسوية واحدة، مش هتلاقي صباع مستوي وصباع مش مستوي. وكده خلصت الصف الاول، هبتدي احشي الصف التاني وارصه. وهنا خلصت الصف التاني، وكده صينية المحشي تكون خلصت. تعالوا بقى نشوف هنسقيها ازاي. عندي شوربة لحمة سخنتها وبظبط الملح، وهضيف مكعب من المرقة ممكن تستغني عنه، وهبتدي اسقي بيها المحشي. بزود شوية بشوية لغاية ما الشوربة بلاقيها ظهرت لي. انا مش عايزة الشوربة تغطي المحشي كله ويبقى عايم في الشوربة، يدوب اول ما بشوفها وصلت لنص الصف الاخير كده، بتكون دي الكمية المناسبة لتسوية المحشي. وبهز الصينية يعني هزة كده علشان الشوربة توصل لكل صوابع المحشي وتوصل للحمة وتتوزع عليها. لو ما فيش شوربة، مية عادية جدا بتغليها وبتحطي عليها مكعب مرقة ومعلقة سمنة ومعلقة صلصة وملح وفلفل وبهارات لحمة، وبتسقي بيها المحشي. وهنا ضفت الصوص اللي كان نازل من اللحمة. ودلوقتي عندي شرايح من ليمون هحطها على وش الصينية بالشكل ده.
وهغطي الصينية بتاعتي اول حاجة بورق زبدة وبعد كده بورق الفويل، وادخلها فرن سخن على نار عالية. وبعد حوالي 20 دقيقة هخلي النار متوسطة وارفع الصينية على شبكة الفرن تكمل تسويتها، يعني زي التسوية على البوتاجاز بالظبط. النار الاول بتكون عالية وبعد كده بهدي النار واسيبها تستوي. خدت مني في الفرن 45 دقيقة بالظبط، وده شكلها. هسيبها تهدى شوية وبعدين هبتدي اقلبها. هسمي الله وبحط صينية اكبر عليها بالشكل ده، وبعدين ببتدي اقلبها واسيبها مدة 5 دقايق. مش هشيل الصينية بتاعة المحشي غير بعد مرور 5 دقايق عشان اضمن انها تكون مظبوطة ومتماسكة بالشكل ده. شكلها ما شاء الله جميل، واللحمة استوت والمحشي استوى ولونه جميل والطعم في منتهى الجمال. وبكده اكون وصلت نهاية الفيديو. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم وتجربوا ورق العنب بالطريقة دي، تعملوها ان شاء الله على عيد الاضحى. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واللي بيشوفني لأول مرة يشترك في القناة. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.